ركز معايا، اللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي ومش عادي ومش مجرد سياسة. العالم بيتكسر حتة حتة، ونظام عالمي بيتفكك، والإنسان بقى أرخص من الرصاص. خلينا نتكلم بكل صراحة. موجود دلوقتي 50 صراع مسلح على مستوى العالم. إنسان مطرودين من بيوتهم، باللاجئ أو نازح أو بلا وطن. قدم كمان ضدهم التجويع هو السلاح الفتاك. ده مش خلل مؤقت، دي منظومة بتنهار. قانون بيتدهس، حقوق إنسان بتدفن. القوي النهاردة بيعمل اللي هو عاوزه، وبيخطط وبينظم زي ما هو عاوز. الخطر النهاردة مش إن في حروب، الحروب طول عمرها موجودة، بس الخطر قتل بقى مشهد عادي، إن الدم بقى ترند، إن الظلم بقى ولا حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. الكلام ده مش عشان نخاف ونكش ونقعد ونتعبد لربنا سبحانه وتعالى، لا، الكلام ده الخطر عشان نصحى ونفوق من الغفلة اللي احنا فيها، عشان نكون مستعدين. هل حد فينا دلوقتي مستعد؟ في أي فريق هتكون في ناس فاكرة إن الاستعداد ليوم القيامة هو إنك تقفل على نفسك وتصلي وتتعبد وتصوم وبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. اغرسها، أي خير، أي حاجة تقدر تعملها لو وقت قيام الساعة اعملها وما تستناش. الأحداث اللي بتحصل النهاردة من حروب ومن صراع ومن جوع وعطش بتدل إن الناس دي بتهيأ لأمر عظيم. هيقوا له الأرض عشان لما ينزل يلاقي ضعف وضعف إيمان، وناس جعانة تؤمن وتوصل وتتحرك وراه عشان لقمة عيش. هل أنت عديت العدة عشان تكون قوي ومن الصفوف الأولى؟ هل أنت قوي إيمانيا وواثق من نفسك ومن قوة إيمانك؟ هل سلحت وحصنت نفسك بالإيمان والعلم وقوة النفس والتربية الصح؟ مش عشان تحارب، بس عشان ما تنهارش، عشان لما يظهر قدامك ما تؤمنش بيه، عشان لما الجوع تستحمل، عشان انت عارف في آخر الطريق وآخر المطاف رب كريم وجنة عرضها السماوات والأرض. هل انت مستعد، ولا محتاج كتير وزاد وعدة كتير وكبيرة عشان توصل لمرحلة ان انت مش خايف على نفسك او على اهلك؟ اكتر حاجة دلوقتي انك تشوف الحاجة وتتفرج وتكمل حياتك بدون ما تقف وتحلل وتفسر وتاخد بالك وتاخد دروس مستفادة من كل اللي بيحصل. يعني لو الدنيا بتقع، انت مطلوب منك تبني وتعمر. المرحلة الجاية هي مرحلة الفرز. اللي قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى هو اللي هينتصر وهيكون ثابت. اللي عايش بلا وعي هيقع من أول هزة. اوعى تكون الشخص ده. دي مش دعوة للخوف ولا للقلق، دي دعوة للاستعداد. قرب من ربنا، قوي نفسك، حدد موقفك، هتكون مع انهي فريق، لان اللي جاي مش محتاج ناس كتير، محتاج ناس ثابته فاهمه وواعيه، هتبقى في المواجهه وفي المقدمه.